السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير، إني أحبكم في الله. أنا هديكوا قصة كده لست كان فاضل لها 5 كيلو على المثالي. يعني جربت كل حاجة في الدنيا، راحت عند 60 دكتور، لا ببالغ أنا، راحت عند مثلا بتاع 20 دكتور من السعودية عشان تخس ال5 كيلو دول، ما خستش أبدا لحد ما اكتشفنا السبب. خد بالك هتستغرب عن السبب دلوقتي. في ست الحمد لله خست معايا في الكيتو، يعني 5 في 10 وصلت تقريبا للمثالي، فاضل عندها 5 كيلو. فقالت ال5 كيلو دول يعني خلاص اروح بقى جيم، ما نزلتهمش. طيب اروح لدكتور عملية يعني شفط دهون ولا مش عارف ايه، حاجة كده بسيطة كده. وصلت الحمد لله. وبعدين رجعت تاني بعدها في اسبوع. طيب يعني انا استغربت، انا والدكتوره اماني والناس اللي شغاله معانا، عايزين توصل للمثالي، يعني توصل ل 55، يعني على 63 كده، فالموضوع صعب. فالمهم، طب نجرب كارنيفور، ما نزلتش. نجرب رجيم التونه، ما نزلتش. نجرب خضار بس، ما نزلتش. نجرب النظام اللي عاملينه جديد، رجيم البيض بالجبنه، ما نزلتش. نجرب كل حاجه، ما نزلتش. نجرب شاي اخضر، ما نزلتش. جربنا كل. طب يا ست، واحده كده، انت بتاكلي ايه، بتشربي ايه؟ يا هو عندها مشكلتين. ايه بقى؟ مشكله البيبسي الدايت. خلاص، مشكله البيبسي الدايت. والمشكله اللي جايه دي بقى مرقه الدجاج. عندهم مرقه الدجاج دي شيء يعني شيء كده اساسي. مرقه الدجاج المكعب بتحط على كل حاجه، تحط على الباميه، على الملوخيه، تحط على الشوربه، تحط على اللحمه، كل حاجه. طيب المهم قالت لي ايه، يعني انا سمعت في الانترنت وسمعت من دكاتره ان مرقه الدجاج دي بتجيب سرطان وبتوقع الشعر وبتجيب زهايمر ووحشه فانا يعني انا راجل ما بحبش اهول. انا لو هولت القناه اقسم بالله، اقسم بالله القناه لحد دلوقتي انا ما كملتش دولار ولا عايز اكمل. انا بعمل على الفيديوهات من غير ربح، مش مهم عندي. خلاص. طيب الناس اللي بتعمل فيديوهات مرة دجاج فيها سم، بتموت، مش عارف ايه، انت سمعت حاجة اتراكتيف فبتشوفها. انا مش كده، انا ما اخونش الناس اللي بتحبني حتى لو انا هكسب فلوس. طيب مرقة الدجاج يا جماعة، وهي مضرة جدا لان فيها ملح كتير، والملح ده بيحبس المية. الست دي ما نزلتش ابدا الا لما بطلت الحاجتين، بطلت البيبس الدايت وبطلت مرقة الدجاج خالص. لمدة اسبوعين نزلت ال5 كيلو. طيب عشان بس اقول، مرقة الدجاج مضرة لكنها مش قاتلة زي ما الناس بتقول. الناس بتقول مرقة الدجاج قاتلة والاطفال وبتعمل لهم ضمور ومش عارف. الكلام ده غلط، الكلام ده غير مثبت، مفيش دليل علمي عليه. يعني اكتر بلد بتستخدم مرقة الدجاج السعودية، اكتر دولة فيها رعاية صحية السعودية. يعني دلوقتي تقريبا مانعين مانعين الزيوت المكررة في السعودية، عاملين شغل حلو جدا. الهيئة اللي بتشرف على الغذاء في السعودية اقوى هيئة في العالم العربي. طيب كانوا منعوها، فهي مضرة بس مش قاتلة زي القهوة. لو شربت قهوة كتير جدا مضرة بس مش قاتلة. طيب اللي اقوله ولا بلاش اقول الكلام ده يا جماعة، مرقة الدجاج لو انت عايز تخس، لو انت عايز تبقى بصحة جيدة، امنعها. زيها زي البيبس الدايت، لو خدتها مرة في الاسبوع يمشي الحال. مش عايزين نفرط ولا عايزين نهول، عايزين الموضوع يبقى سهل. خلاص.
يعني ايه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا واعدلوا هو اقرب للتقوى. احنا بندرس الحاجه وبنقرا 100,000 مصدر وبعدين بنقول اه او لا، خلاص، والاول وفي الاخر بنجرب على الناس. يلا السلام عليكم. لو حد عايز يخس كلمني اضيفك لجروب 70 يوم اللي بقى فاضل فيه 40 يوم ان شاء الله، او تخش معانا ان شاء الله في تحدي شهر 6 ان شاء الله. سلام عليكم، بحبكم في الله.